السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل. وصفات سريعه مع يسرا. الى اول مره كتزوروا القناه تضغطوا مربع الاحمر الاشتراك مع تفعيل الجرس. نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده وبالف خير. اليوم غنعملوا تتمه ديال الفيديو اللي شاركت معكم، طريقه العنايه بالقدمين، ايضا ازاله الجلد الميت وترطيبهم وتبييضهم. اما في هذا الوصف انا غنشارك معكم طريقه التخلص من تشققات القدمين، خاصه كتوقع مع الاحذيه وفصل الصيف. انا سبق لي وشاركتها معكم بالتاكيد، ولكن غنشاركها ايضا مع المشتركات الجدد اللي يلاه تلتحقوا بالقناه وطلبوها مني. فغنحتاجوا لشمعه واحده، تكون بهذا الحجم، كبيره او صغيره ما يهمش، المهم شمعه، وايضا كميه من زيت الزيتون. انا عملت هنايا مع الشمعه عندي متوسطه الحجم، احتاجت ليها نصف كاس من زيت الزيتون. وبطبيعه الحال يمكن لكم انكم تعملوا جوج ديال الشمعات مع كاس، يعني تعملوا واحد الكميه اللي كبيره، فالخليط يمكن لكم انكم تحتفظوا به رائع جدا. وغنملؤوا به المكان او لا تشققات اللي كاينه في القدم. اول شيء غنقوموا به باش نحضروا هذه الوصفه هي اننا غناخذوا شمعه، وايضا غناخذوا الحكاكه اولا اللي كيبشروا فيها، المهم من الجهه الغليظه، وغنبشروها بهذا الشكل، يعني باش نزولوا الخيط اللي كيكون لداخل في الشمعه. انا غنستمر بهذا الشكل حتى غنبشرها باكملها. بعد من ما بشرت الشمعه هيا كيف قلت لكم كيبقى معايا غير هذا وهو الشمع مبشور. الان غناخذ كاسرول وضعت فيها الكميه ديال زيت الزيتون اللي غنحتاجوه، وايضا الشمع بهذا الشكل. صافي غنخليهم فوق النار على نار مهيله بطبيعه الحال حتى كيذوب ليا الشمع في الزيت. الخليط اللي حضرناه كياخذ 2 إلى 3 دقائق من الوقت فوق النار. الان انا غناخذو، تاخذوا اي كاس يعني غير ما غتستعملوش اولا قاروره اولا المهم ديال الزجاج، وغنوضع فيه هذا الخليط بهذا الشكل. غندخلو للثلاجه باش يبرد لمده ديال نصف ساعه الى ساعه، كيكون جمد معنا الخليط، ومن بعد نتلاقاو. الشكل ديال الخليط من بعد ما كيبرد هو هذا. انا باقي ما برد مزيان، يعني برد غير من الفوق، شوفوا الداخل باقي الزيت. هاهي دي يعني ضروري انه يجمد جيدا لمده ديال 10 دقائق. انا وضعته في المجمد، داكشي علاش جمد ليا هنايا من الفوق، غير باش نوريكم الشكل كيفاش كيكون. اما نتوما اذا كان عندكم وقت فوضعوه في الثلاجه وخليوه يبرد بالمهل، كيرجع بهذا الشكل، يعني كيرجع جامد. اما اذا برد معكم كثير فهو غير كتوضعوا اليد ديالكم وكيذوب، يعني كيسخن فيها. صافي كتاخذوا هاد الكميه، تاخذوا واحد الكميه قليله وتملؤوا بها الفراغات اولا مكان تشققات في القدمين. وصراحه كتعطي نتائج رائعه، غير المداومه بطبيعه الحال على وصفات طبيعيه فهي جيده جدا. زيت الزيتون غترطب لكم، والشمع يعني كيملأ هذوك الاماكن وكيرطبهم. وكذلك ضروري انكم تعملوا تقشير القدمين قبل ما توضعوا هذه الوصفه، ضروري باش تزولوا الجلد الميت وجميع الاوساخ اللي كاينه في الفراغات اولا في التشققات ديال القدمين. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تدعموا الاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد من الطبخ والوصفات مع يسرا. ايضا كنشكر جميع الاخوات على تعليقاتهم الرائعه، وشكرا للاخوات اللي جربوا الوصفات اللي وضعتها مؤخرا في القناه نالت الاعجاب ديالهم. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على لايك، وايضا شاركوا في مواقع التواصل الاجتماعي هكذا باش الكل يستافد. وصفه رائعه ومفيده جدا. شكرا جزيلا لكم على المشاهده والوفاء ديالكم. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.